صباح الخير يا أحلى متابعين. حبايب قلبي، نورتوا مطبخي مطبخ فيروزة خانم. إذا مليتوا من الفطور التقليدي وحابين تبدلوا الروتين بشي طيب ومشبع، فاليوم جبت لكم فطور بسيط من البطاطا، سهل وسريع وطعمه بجنن. وصفتنا اليوم سلطة البطاطا، وصفة خفيفة بمكونات موجودة بكل بيت، والنتيجة أطيب بكتير من ما بتتوقعوا. خلوكم معي لنحضر هالطبق الشهي خطوة بخطوة. بالنسبة لمكونات أكلتي اليوم، عندي هون بالبداية كيلو بطاطا، رح أغسلها حتى أتخلص من الأتربة العالقة فيها قبل ما أبدأ بسلقها. غمرت البطاطا بالمي وحطيتها على النار حتى تنسلق، بحيث تبقى محافظة على قوامها، ما تصير طرية كتير. بالنسبة للصوص اللي رح حطه على البطاطا المسلوقة، عندي هون بالبداية معلقتين صغار كمون ناعم، معلقة صغيرة فلفل أحمر ناعم حار، أو فيكن تستبدلوها بالبابريكا، معلقة ونص صغيرة ملح، معلقتين أكل مليانين دبس بندورة، نص كوب مي سخنة، تلت كوب زيت زيتون، وعندي هون بصلة حجم وسط قطعتها بشكل ناعم كتير. رح نزل كل المكونات ورح أخلطهم مع بعض. وآخر شي رح نزل البصل، وكمل تحريك. وهيك بيكون الصوص صار جاهز عندي. وهون صارت عندي البطاطا جاهزة. هلأ بالبداية رح قيم القشرة الخارجية، ورح قطعها هلأ بشكل مكعبات كبيرة. وهيك صار شكلها بعد ما قطعت كل الكمية. رح نزل هلأ الصوص عليها، وهون عندي بقدونس حوالي باقة مقطعة ناعم، رح نزل نصها واترك الباقي للتزيين. وهيك صارت جاهزة عندي، رح نزلها هلأ بصحون التقديم. رح رش عليها هلأ رشة بقدونس خفيفة، ورح نزل عليها شوية زيت زيتون. وهيك صار فطورنا جاهز بنكهته الطيبة وريحته اللي بتشهي. بصراحة طعمه لذيذة كتير. بنصحكم تجربوا هالطبق الشهي بطريقتي، تعطوني رأيكم فيه بالتعليقات، وتخبروني من أي بلد بتتابعوني. وبنهاية الفيديو شكرا حبايب قلبي للمتابعة، شكرا لوجودكم الحلو المميز معي. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة حتى تكبر عيلتنا أكتر.
يوصلكن كل شي جديد. بحبكن كتير من قلبي، من فيروزة خانم. سلام.